شباب شلونكم أخباركم؟ قبل لا نبدي الشرح أقدم لكم استوديو يوتيوب. إذا عندك قناة ما لك غنى عنه طبعا، أغلب عندهم يوتيوبر يستخدمونه. تقدر تسوي بيه تعدل الفيديو من خلاله، تغير الصورة المصغرة، تخلي تلخيص الفيديو، يعني تعيد كتابة الاسم وهاي الشغلات. يعني مثل ما قلت لكم ما لكم غنى عنه. وهسه راح نبدي بالشرح. ونرجع لدرسنا. السلام عليكم مشاهدينا، شلونكم أخباركم؟ اليوم عندنا شرح على نقطة مهمة باليوتيوب، اللي هي ملكية الترخيص. انت من تنشر الفيديو تختار ملكية الترخيص. اكو ترخيص يوتيوب القياسي واكو ترخيص يوتيوب اللي تحته. انت شنو تختار؟ هاي الميزتين شنو اللي تعرف بينهن؟ مثلا انت كناشر جديد ما تعرف شنو استخدامها وشنو استخدامها. ملكية الترخيص القياسي يعني ما يحق لأحد ينشر الفيديو مالك، وهي هاي المفروض انت تخليها اول ما تنشئ قناة، حتى يبقى الفيديو بحقوقك انت وما حد يقدر يستخدمه. واللي جوا ترخيص مفتوح، يعني يقدر اي واحد يستخدم الفيديو مالك اذا اختاريت هذا الخيار. اتمنى يكون الشرح افادكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.